الحبيب لو سمحت ساعدني لفك السيارة دي. انت تجي الحين فاضي لك انا؟ يا اخي انت تجي ولا لا؟ يا الحبيب لو سمحت ساعدني لفك السيارة. الله يجزاكم خير. والله الله يجزاكم خير على هالمبادرة، بيض الله وجهكم. نبغى 5000 لايك. بيوصل 5000 لايك. 5000 لايك وشوفوا انت ما تقصروا يا متابعين ماهر المقرون، فنبغى تفجير لايكات. السلام عليكم، انا ماهر مريسي من قناه المقرون. اليوم جيت لكم فيديو جديد تجربه اجتماعيه، واتمنى قبل ما نبدا هذا الفيديو انك تضغط لايك للفيديو بالزر الاسود اللي تحت تضغطه اذا تحول ازرق يعني انك تضغط لايك، والزر الاحمر اللي تحت الاشتراك اضغطه اذا تحول ابيض يعني انك مشترك في القناه، واضغط جرس التنبيهات. طبعا اللي ساعدوني بهذه التجربه اليوم مروان صاحب قناه MA7، بحط لكم رابط قناته بوصف الفيديو، ومما أديتسا من قناة جيكس رابور، تابع قناة مروان برضو بحط لكم رابط قناتهم بوصف الفيديو. اتمنى انكم تتابعوا المقطع هذا للاخير، ولا تنسوا اللايكات. اي واحد يعني انت عندك زر اسمه شير، انترنت خويك ولا انشره بالواتساب بالفيسبوك باي مكان. وإن وصلتوا 5000 لايك تبون تسوون جزء ثاني أبشرون، لا تقصروا معنا. المهم ايش ردة فعلك اذا لقيت واحد ذوي احتياجات خاصة او واحد معاق وقال لك ساعدني، يعني تحمل معاه اغراض او اي شيء، هل بتساعده ولا لا؟ اكتبوا لنا في الكومنتات ونبدأ التجربة. السلام عليكم. الحبيب لو سمحت ساعدني لين السيارة دي. الغالي لو سمحت ساعدني للسيارة. يا اخي تجي انت للسيارات. الغالي لو سمحت ساعدني فوق السيارة. تجي ليش وضعك بسرعة؟ ابو عبد الله لا انت الغالي لا فوق السيارة دي. يا اخي وين سريع؟ ابو محمد يا الحبيب. تجي ولا لا؟ يا الحبيب لو سمحت ساعدني فوق السيارة. يا الحبيب يا اخي شوف ساعدني باليمين فوق السيارة. تعال ابو عبد الله الغالي ساعدني لفوق السيارة. ساعدني لفوق السيارة الله يطول بعمرك. هذه مساعدة يا الحبيب لفوق السيارة دي. فين؟ هذه السيارة. هذه السيارة. تسلم يا عم. هذه السيارة. الله يجزيك خير يا عمنا. الله يديك العافية. الله يبارك فيك. شيلها لك. الله يبارك فيك. ابشر ابشر. شوف الجنة يا غالي. حياك. يلا حيك. الله يحييك. هذا قاعد اقول له يساعدني ما رفض. لا السيارة هذه هذا يا حبيبي شوف هذا. هذا الله يبارك فيك. ليش هذا انا اكلم يسوي ساعدها ما يسوي؟ هاي نفر ما في هذا ما في سامسونج. صحيح حبيبي. ايش رايك بالنسبه للناس اللي يطلبوا منهم المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه مساعده ويرفضوا مساعده؟ يا اخي الشخص هذا بدون ضمير بدون احساس. بس كل واحد يطلب ضمير. الله يبارك فيك. والله كل واحد يعني على يفعل ضميره. يفعل الله يبارك فيك يا عم. يلا يديك العافيه. هذا تجربة يشوف نفر مين يسوي مساعدة مين نفر ما يسوي مساعدة. شكرا حبيبي ما تقصر حبيبي. Share this in the YouTube. No problem. نو بروبلم. Thank you. ثانك يا حبيبي. والله يا اخي الواحد سبحانه يراقب الله سبحانه وتعالى فعل المعروف بالناس. فاخواننا الذي يصيبوا بابتلاءات او شيء زي كذا امتحان من الله سبحانه وتعالى للمتعافين. فهي ما وجدت لنا الا امتحان لنا.
كل ايام وبنغادر هالدنيا بنلاقي الله سبحانه وتعالى. قال الله لا تلقى الله الا وهو راضي عنك باذن الله. وجمايلك هي اللي تبقى لك بين الناس وبين العرب وبين اهلك وجماعك. الله فعل خير. الله المستعان. الله يجزاكم خير. والله الله يجزاكم خير على هالمبادره. بيض الله وجهكم. وجهك ابيض. طبعا زي ما شفتوا في ناس كانت ردة فعلهم يعني طيبة جدا، وفي ناس كانت ردة فعلهم ساخرة، يعني وهذا الطبيعي في الحياة، انك تلاقي ناس كويسين وتلاقي ناس الله يهديهم. ان شاء الله انكم تنشروا هذا الفيديو لكل الناس اللي عندكم بالواتساب وغيره، بتنزل تحت بتلقي مشاركة او شير، اضغط عليه واختار واتساب او فيسبوك، ولا تنسى تضغط لايك وتشترك في القناة. اللي مش مشترك الله يسعدك انزل اشترك في القناة بالزر الاحمر اللي تحت، اشتراك او سبسكرايب. وكان الشباب هذه يعطيكم العافية، شكرا على يعطيك العافية هذه التجربة الحلوة، وان شاء الله انها تجربة هادفة وانها تساعد ولو حتى قليل من الناس، ولو بالتعب شوي بس يعني اشتراك هو اشتراك حنا القناة تحت ادعموهم بالله، لا تنسوا تنزلوا تحت بتلقوا روابط القنوات حقهم وادعموهم. والسلام عليكم.